لو عندك لفة من الجلاش هاتيها كده وتعالي نعمل النهاردة وصفة حلوة جدا جدا. اول حاجة كده نسمي بالله، زي ما انت شايفة كده في الحلة هنحط كوباية من الحليب، عليها كوباية من المية، وعليهم 5 معالق كبار من السكر. تقدري تستخدمي كل الكمية حليب. وابدأ بقى هنا احط كمان كيس من الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنزل ب3 معالق كبار من النشا، وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره ونص كده هرميين من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى، وهنزل كمان بمكعب من الزبده. وهبدا بقى اقلب كل ده الاول على البارد، وبعد كده هناخده على نار متوسطه. مجرد بس كده ما يغلي معانا ويبدا يتقل معانا الخليط بتاعنا ده، هينزل كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بدا خلاص يغلي معانا وبدا يتقل معانا. هاخده بقى على جنب كده واسيبه يبرد خالص. طيب زي ما انتوا شايفين بقى هبدا اجيب هنا لفه الجلاش بتاعتي، ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه. بس قبل اي حاجه بالله عليكم ما تنسوش تشجعوني بلايك وشير للفيديو، كومنت حلو حتى لو بحرف، جزاكم الله خيرا. عشان الصفحه فيها مشاكل، بالله عليكم تساعدوني بلايك وشير للفيديو وكومنت حتى لو بحرف، حتى لو ايموشن، انا راضيه والله. بحبكم في الله وبشكر جدا كل الناس اللي بتتفاعل معايا على الفيديوهات، جزاكم الله كل خير. هبدا بقى زي ما انتوا شايفين هنا جبت لفه كده، جبت ورقه من الجلاش، وهبدا ان انا دهنتها كده دهنه بالزبده. طبقتها زي ما شفتوا كده وحطيتها على جنب. جبت ورقه تانية، طبعا الشكل شارح نفسه، وهعيد معاكم واحده تاني دلوقتي. وهبدا اني انا برضو نفس النظام. بصوا وهتجيبوا جزء معلقه من الحشوه حسب بقى هنا ما انتوا عايزين. جزء كده كان خلاص هنا الحشوه بتاعتنا كده تماسكت شويه وبردت، هنبدا بقى نحشيها بالشكل ده. اهم حاجه نقفل كويس قوي كده يا بنات زي ما انتوا شايفين، وهنلفها بالشكل ده. شايفين؟ هوريكم برضو واحده تانية دلوقتي عشان تكونوا مركزين. بصوا متقفله من الجناب كويس قوي. عندنا طبعا هنا الصينيه دهنينها دهنه حلوه قوي بالزبده زي ما شفتوا، ونرص فيها. ادي ورقه اهو جبتها، هبدا ادهنها بالزبده وهطبقها بالشكل ده اهو. هحضنها في بعض كده بالشكل ده. هاخدها بقى على جنب اركنها كده، وهجيب ورقه تانية هعمل نفس النظام برضو، اديها دهنه بالزبده او بالسمنه او خليط براحتك خالص. بس التانية دي هنسيبها مفروده، ونبدا نجيب الاولانيه اللي احنا طبقناها نحطها فيها زي ما شفتوا، وتجيبي معلقه كده كبيره من الحشوه. وزي ما قلت لك الحشوه هنا تكتري بقى تقللي براحتك خالص، وتقفليها كويس قوي. واهم حاجه تكوني ضامنه ان الجناب متقفله كويس، وزي ما انت شايفه كده تبرميها بالشكل ده، وتخلي الجزء المفتوح من تحت وفي الصينيه بتاعتنا، وترصي زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك خطيره بجد، حاجه كده سريعه وتتعمل معاكي مفيش وقت خالص ولا تعب ولا مجهود، تحفه. هتبداي ترصيها بالشكل ده، وبعد ما نخلص كل الكميه هنبدا بقى عندنا هنا زبده على الوش بالشكل اللي انت شايفاه ده. وزي ما قلت لك تقدري تستخدمي سمنه او خليط. صلوا على النبي يا جماعه بالله عليكم في الكومنتات، وما تنسوش تشجعوني بلايك وشير للفيديو، جزاكم الله خيرا. هاخدها كده بقى على الفرن على درجه حراره 180 190، تاخد اللون الذهبي الجميل ده معانا، وهنطلعها نسيبها بقى تبرد خالص يستحسن، عشان بيكون الحشوه من جوه سخنه جدا. خدوا بالكم، هنسيبها تبرد خالص وبعد كده تعالوا بقى نقدمها. طبعا انا هنا كنت مستعجله وبدات اقدمها لكم سخنه، لكن طبعا براحتك خالص، يستحسن تاكليها كده بارده وساقعه من التلاجة كمان، عشان الجو اللي احنا فيه ده. سخنه دي في الشتاء هتبقى تحفه. بصي بقى تعالوا اوريكم كده، نفتح واحده الاول كده من جوه، وتعالوا اوريكم بقى الجمال والشوكولاته وهي سايحه ونايحه جوه، حاجه كده خطيره بجد. ولما بتجمد بقى بتبقى اروع كمان، يعني بتمسك نفسها شويه الشوكولاته. عايزه اقول لك بجد وصفه سريعه ورهيبه. وتقدري كمان اول ما يخرج من الفرن تحطي عليه بقى سيرب تقيل لو عندك، تحطي صوص شوكولاته، تحطي صوص كراميل، اي صوصات عندك، فراوله حابه تحطي ما تحطيش قصدي صوصات خالص، وتستكفي بيه الحشو اللي جوه مفيش اي مشكله. ما شاء الله زي ما انت شايفه كده هي غرقانه بالشوكولاته، تحفه بجد. قدميها حلوه جدا لضيوفك، سهله وبسيطه وسريعه للولاد في الاجازات. واخدين بقى الاجازات عمالين كل يوم عايزين حاجه حلوه، فاحنا مش هنلاحق على ايه ولا على ايه من بره. جربيها هتعجبك جدا جدا يا قمر. اتمنى ما تنسنيش في لايك وشير للفيديو.